بالعاجل وبالفيديو. لن تصدق ردة فعل المعلق الجزائري حفيظ دراجي لحظة فوز المغرب على إسبانيا وتأهله لدور ربع النهائي، وهذا ما قاله عن المنتخب المغربي. تفاجأت الجماهير المغربية والمغاربة بصفة عامة بردة فعل المعلق الجزائري حفيظ دراجي لحظة تأهل المغرب لدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزه على المنتخب الأسباني. ما قاله عن المنتخب المغربي كان صدمة للجميع، وإليكم باقي التفاصيل. فرح الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ليلة الأمس بالإنجاز التاريخي للمغرب في كأس العالم بعد فوزه على المنتخب الأسباني وتأهله للدور الربع النهائي من كأس العالم، ليكون بذلك مفخرة العرب وأول منتخب عربي يصل إلى الربع النهائي. وكانت الفرحة في كل الوطن العربي بهذا الإنجاز الذي قام به أسود الأطلس، بالإضافة إلى تلقيه التهاني من العديد من رؤساء وأمراء العرب. وما فاجأ الجماهير المغربية هو ردة فعل المعلق الجزائري حفيظ دراجي لحظة فوز المنتخب المغربي على المنتخب الأسباني، حيث حسب الفيديو المتداول يظهر ردة فعل حفيظ دراجي لحظة فوز المغرب على إسبانيا وتأهله للدور الربع النهائي، حيث بالفرحة بدأ يصرخ باسم المغرب ويرفع العلم المغربي داخل الاستوديو. وصرح ما قام به المنتخب المغربي يشرفني ويشرف كل العرب، في نظري هو أقوى منتخب عربي حاليا، وهذا ما فاجأ وأفرح المغاربة.